كان هادي والكل نايم إلا سهى اللي كانت صاحية وبتتسحب في الصالة زي التعبان. جوزها كريم كان نايم وتعبان من شقى اليوم وموبايله جنبه على الكومودينو. سهى ما كانتش بتدور على رسائل خيانة، سهى كانت بتدور على بصمة صباعه وهو غايب عن الوعي. خدت صباعه ببطء وحطته على شاشة الموبايل وفتحت تطبيق البنك. في ثواني كانت بتحول $500,000 شقى عمر كريم اللي كان شايله عشان عملية أمه لحساب واحد غريب اسمه أدهم. أدهم ده ما كانش قريبها ولا أخوها، ده كان مدرب الجيم اللي سهى ماشية معاه وبتخطط تهرب معاه وتسيب كريم وعياله في الفقر. المفاجأة إن التحويل فشل والموبايل قفل وطلعت رسالة تم تصوير المحاولة وإرسالها لصاحب الحساب. كريم ما كانش نايم، كريم كان عامل نفسه نايم وحاطط أبليكيشن حماية بيصور أي حد بيحاول يلمس الموبايل في وقت متأخر. كريم قعد في السرير وفتح النور وبص لسهى بكسرة عينه وقرف، وطلع لها فلاشة عليها تسجيلات كاميرا المراقبة اللي مركبها في الصالة وهي بتكلم أدهم وبتتفق عليه. سهى حاولت تمثل إنها كانت بتهزر، بس كريم كان محضر لها المأذون والبوليس في نفس اللحظة تحت البيت. أدهم طلع نصاب أصلاً، وأول ما عرف إن سهى اتمسكت قفل تليفونه واختفى بالفلوس اللي كان واخدها منها قبل كده سلف. سهى خسرت بيتها وجوزها وحتى العشيق اللي باعت نفسها عشانه، ولبست قضية سرقة وشروع في قتل بالمنوم اللي حطته الكريم في الشاي. اكتشفت إن اللي تبني حياتها على بصمة غدر لازم تدفع الثمن من سمعتها وعمرها، والحق دايماً بيفوق في الوقت الضايع. من حكاوي مايا بنتعلم إن العين الصحية بتغلب 1000 نية خبيثة، والستر للناس اللي بتصون.